طيب، احنا دلوقتي عرفنا موضوع ان عندك اكاديميه. قبل كده كنا اتكلمنا في القصه دي في اول الحلقه يعني. عايزين نعرف بقى ايه اللي بتقدمه في الاكاديميه عندك، ايه اللي انت شفت انك عايز تقدمه، الديفوهات اللي انت حاولت تعالجها عندك في عن الاكاديميات التانية بالنسبه لك. طيب يعني بص انا يعني خليني مش هقول ديفوهات، لكن انا بصيت كده على الاكاديميات في مصر ايه لقيت انهم النواقص؟ خلينا نقول ايه النواقص يعني بص هم وكملتها. كلهم مشاريع وتجارب تحترم للامانه يعني. وفي اكاديميات كتيره جدا كويسه جدا في مصر وطلعت لعيبه فعلا كويسه. لكن يعني انا كان عندي رؤيه معينه وقلت اطبقها. مش معنى كده ان انا متفرد يعني او صاحب مدرسه مختلفه ما اتعملتش قبل كده، بس حسيت انه ممكن اقدم حاجه معينه بمستوى معين، ده اللي انا بحاول ابقى حريص عليه يعني. لكن الأكاديميات في مصر، في أكاديميات بتبقى معتمدة على منهجية قوية، وعلى يعني فعلا بتجيب كوادر يعني فنية تدريبية وإدارية كويسة، وده اللي أنا بحاول أعمله، وعندي منهجية قوية جدا وملتزم بيها. وفي أكاديميات تانية بتبقى معتمدة على القوة الإعلامية أو القوة الدعائية بتاعتها من خلال لعيبة معينة هم ماسكين الأكاديمية، أو هم الملاك بتوع الأكاديمية، أو إن هي ممثلة لأندية معينة بره. وفي أكاديميات بقى النوع الثالث اللي هو الأكاديميات اللي بتبقى يعني للمستوى الأقل شوية اقتصاديا وفنيا وتدريبيا. بتلاقي الأكاديمية فيها 400 500 طفل يعني، اشتراكها بيبقى بسيط ده حوش، غالبا. ده مش اكاديميه. ده والله حوش. يعني بص هقول لك على حاجة، ودي يعني برضو أنا بالنسبة لي تجربة تحترم. أصل هي في النهاية يا ممدوح يعني ممارسة الرياضة هو الهدف. اكيد. فلو انا جبت 400 500 طفل بدل ما هم عمالين بيلعبوا في مثلا في منطقه مش مجهزه او كده، وحاولت ان انا اديهم جرعه تدريبيه كويسه بمنهجيه، لو بقى تواجد طبعا، تواجد المنهجيه وتواجد الكوادر الفنيه المجهزه، بالعكس دي حاجه كويسه جدا وحاجه جميله جدا. اللي بيحصل في اغلب الاحيان غير كده، لان هم بيبقوا يعني اكاديميات بتهتم بالعدد الكبير، ده بيبقى على حساب الجودة في الوحدة التدريبية بتبقى ضعيفة. عشان يقدر يقلل السعر شويه، بالظبط. فيقدر يجيب عدد اكتر، فيقدر يحقق نفس الربح اللي بالظبط. بيجيبه الراجل اللي بيجيب 10. صح بالظبط. كده؟ اه. فانا بجيب 30 40 واحد بدل 10، مم. مم. فبكسب من هنا 5 جنيه في ال 40 راس. اه. بالبلدي كده مثلا يعني، صح، فبكسب 200 يعني هي جنيه تقريبا كده. وهنا احط ال 10 جنيه، ال 10 احط عليهم 10 مم. جنيه فبالنسبه لي كسبت، هي يعني ماشي. في ناس برضو مع ال 40 راس، هو العدد طبعا اكبر من كده بكتير، يعني لو بنتكلم في 400 راس هو برضو مازال بيحاول ان هو يقدم وحدة تدريبية قوية، وبيعمل زي كده نوع من انواع الفلترة الداخلية، انه لما بيلاقي لعيبة متميزين بيقدر ان هو يجنبهم ويمرنهم تدريبات مختلفة. انا شفت كل الكلام ده يعني، انا قعدت فترة بتفرج على تدريبات الاكاديميات كلها تقريبا، وقطاعات الناشئين اغلبها. ففي تجارب تحترم الحقيقة، وفي طبعا تجارب وممارسات تانية سيئة جدا جدا. كوادر تدريبية غير مؤهلة. مش مجرد ان انت كنت لعيب في نادي واعتزلت فيقول لك خش بقى انت مرن 9 سنين ولا ال10 سنين، جرب فيهم شوية ولا بتاع. مع ان التدريب بتاع 9 سنين و10 سنين ده اصعب من تدريب الناس الكبيره اصلا. الناس مش في ناس كتير ما تعرفش يا جماعه ان لازم عشان النهارده اربي نشء واجهزه انه يقدر يخش مرحله الاحتراف، اللي هو السن اللي هو بيسموه من 9 ل 13 سنه، هو السن الحرج زي ما بيسموه. محتاج واحد متخصص بجد، مش مجرد ان يعني ما ينفعش اجيب ابو تريكه النهارده مثلا، هو واحد من اقوى اللعيبه اللي دخلت مجال الكوره في مصر كلاعب، طبعا ليه اسمه وصيته يعني اكيد يعني. لكن ما ينفعش النهارده اجيبه درب ناشئين. بالعكس، انا محتاج واحد ممكن ما يكونش ليه اسمه في عالم كرة القدم، لكن ليه اسمه في عالم يعني في عالم التدريب والعلم، عشان هو ده المنهجيه اللي هيبدا ياسس عليها الولد. لان احنا من يعني اصلا لو كلنا بناخد بالنا ان آفة الدوري المصري النهارده ان 95% من اللعيبه مش متاسسه. وده مش كلام انا اللي بقوله يعني عشان حد يفتكر يعني ان انا بهاجم بس اللعيبه كلهم على راسي والله من فوق، لكن ده الكلام اللي قاله الناس الخبراء اللي جم دربوا في مصر. مستر جوزفالدو فيريرا لما كان في الزمالك اول ما مسك في ولايته الاولى قال لك انا لقيت اللعيبه مفتقده الاساسيات، وقعدت اول 4 5 سيشنز انا ما بتمرنش تكتيك خالص، انا بمرن ازاي تقف وتستلم وتسلم وتباصي وتقف صح والتشريح بتاع جسمك، طريقه وضعيه التشريحات تبقى مظبوطه. نفس الكلام قرره تاني كارلوس كيروش لما جه مسك منتخب مصر، وقال لك انا عندي مشكله اني مش لاقي لعيب متاسس، فبيجيب اللعيب يقول لك اللي شايف فيه بوادر وبيأسسه هو بنفسه. طيب احنا عايزين نعرف بقى ايه اللي بتقدمه. المنهجية بتاعتنا كأكاديمية بتعتمد على 3 عوامل أساسية عند الولد. أول حاجة إن إحنا بنهتم بالمهارة الفردية، البيرسونال سكيلز بتاعته،
والمهارات دي قصة كبيرة. يعني احنا في مصر برضو مفهوم المهارة الفردية عندنا هي مهارة الواحد ضد واحد بس، ان انا شيكابالا اخش وحازم عليه امام اه ووليد صلاح الدين. ترقص يبقى انت كده لعيب مهاري، انما هي المهارة مش كده، المهارة اوسع من كده بكتير. الحاجة التانية التاكتيكال اويرنس او الوعي التكتيكي، انه اللعيب يبقى فاهم هو وظيفته ايه في الملعب. احنا برضو من ضمن الحاجات اللي انا شفتها غريبة جدا انه محدش بيقول للعيب انت النهاردة كباك رايت او كوينج ليفت او كميد فيلد او كسترايكر انت دورك ايه، وظيفتك ايه في الملعب. هو لازم على فكرة يحفظ هو دوره ايه، ايه المربعات اللي يبقى موجود فيها في الملعب، شكله بيبقى عامل ازاي في الحالات الهجومية وفي الحالات الدفاعية. مفيش حد بيقول الكلام ده للعيب. اللعيبة بتشوف يعني زمايلها، بتشوف ماتشات، بتشوف يعني بتاخد المعلومة من مصادر غير يعني ممنهجة كده، حاجات يعني حتى غير موثقة أحيانا. فما فيش مدربين النهاردة بيقول انت كوينج رايت مثلا الخط ده بتاعك لازم تتحرك هنا، تقدر تسابورت، تخش تقفل الملعب امتى، تفتح امتى، الكلام ده كله. فالتاكتيكال اويرنس دي تاني حاجة بنركز عليها. تالت حاجة مسألة الفيزيكال فيتنس، لأن هي رياضة. هي في النهاية انت مش عايز تعمل لعيب كرة قدم كويس، انت عايز تعمل انسان كويس، جسمه كويس، صحته كويسة، اخلاقياته في الملعب كويسة. هو ده الهدف الاكبر والاسمى للرياضة. ف ورابع حاجة بقى اللي احنا يعني بنركز بقى على الحاجات اللي هي الخارج الفنيات بتاعة الرياضة، الكاركتر بيلدينج، بناء الشخصية. يعني دي برضه مسألة مهمة جدا، لانه في النهاية اللعيب الصح احد اهم مميزاته هي اتخاذ القرار الصح، العقليات. العقلية. فهو لو هيبقى لعيب خايف وهو بيلعب علشان المدرب بيزعق له او بيشتمه او بيهزقه او بيتريق عليه، وعلى فكرة كل ده بيحصل وشفته يعني، اللعيب بيبقى خايف، بيلعب هو خايف، بتحس ان هو عايز مدرب يمليه من بره، اقف هنا، اعمل كذا، اتحرك كذا، باصل ده باصل ده. مش المفروض ان دي تبقى مهمة المدير الفني اثناء المباراة. خليني ادبيت معاك في الحته دي بس. اتفضل. احنا ليه دايما، خليني اخد الجنب التاني، المدرسه القديمه اللي هي كانت اللعيبه فيها بتتشتم عادي. انا شفت ده وانا صغير، كنت ياما بسمع لعيبه بتتشتم، يعني خلينا نقول اسامي بالمفتشر زي ما بيقولوا، يعني كابتن فاروق جعفر، كابتن انور سلامه ربنا يديهم الصحه، كابتن مانويل جوزيه مع الاجيال الذهبيه لغايه النهارده. لما تيجي تشوف كابتن شادي محمد في البودكاست او كابتن احمد بلال يعني بيقول لك يعني ياما، وكابتن ابراهيم سعيد ياما بيقول لك كانوا يسمعوا كلام، وكابتن فاروق جعفر بقى الناس اللي بتسمع من وراه، كابتن انور سلامه، كابتن حسام حسن حتى، وبرضه خرجوا اجيال عظيمه. ممكن تفرق من لعيب للعيب، من شخص لتاني، لكن في النهاية انت اللي عملته ان انت بتحاول تهدم اي قدرة ابداعية عند اللاعب، لان هو هيبقى خايف، او ان انت هتولد انسان يعني بالبلدي كده جبلة، انسان بقى بيتشتم ما بيفرقش معاه، مش بالضرورة ينفذ اللي في دماغك. يعني ابراهيم سعيد مثلا، انت فاكر ان هو مع مانويل جوزيه لما قرر ان هو ينزل بنضارة شمس مثلا الماتش، وقال لو ما نزلتش بالنضارة هجيب جون في نفسي، يعني مثلا دي قصة مثلا. ابراهيم سعيد كان لاعب خطير، يعني من احسن اللعيبة اللي جت في التاريخ، لكن التعامل النفسي والتعامل على المستوى الشخصي لو كان احسن يمكن كنت تلاقي منه يعني احسن بكتير، لان هو عنده افضل من ده بكتير. يبقى خلينا نقول بقى ان حضرتك بدل ما بتتجه للاتجاه ده، حضرتك بتبدا بقى تتعامل اكتر في فكره بناء الشخصيه. هو الحقيقة مع احترامي صح. للنموذج اللي انت، النماذج اللي انت ذكرتها، انا مش موافق عليه يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين، يعني حد يفتكر ان انا موافق عليه. انا بتكلم بس في فكره ان يعني باشمهندس تامر بيعمل ايه بقى عشان ما يوصلش للمرحله دي. ما هو انت محتاج تعلم اللعيب، ففي طرق زي النهارده مش هتعلمه بالشتيمه، ففي طرق تانية. ده اللي انا بس عايز اوصله، ان باشمهندس تامر بيبدا بيتعامل اكتر فكره بناء الشخصيه بتاعت اللعيب، الكاركتر بتاعته، ان بيبدا يحفظه اكتر تكتيك، بيديله معلومات اكتر عن المركز بتاعه بيحفظها له. فالولد بيخلق عنده مع التدريب وكتر الاستمرار والكونسيستنسي، بيخلق عنده في اللاوعي خلاص انا عارف ان انا النهارده لما هلاقي اللعيب ده راح في الاتجاه اليمين انا لازم افتح له عشان افضي له مساحه، او انا اللي اجري عشان اعمل معاه زياده عدديه عشان افضي الناحيه الثانيه عشان اعمل اوفرلود في المكان ده، فاقدر لما العب الكره الكروس يبقى المكان ده فاضي. يبقى كل ده بيتم بقى. فده اللي بنتكلم فيه، ان باشمهندس تامر هو ده اللي بيقدمه. هو مش بيقدم الشتيمه وطولة اللسان، هو بيقدم حاجه تانية احسن. واعتقد كل الاباط هتبقى فرحانه بيها، ما فيش حد اب هيبقى مبسوط ان ابنه بيتشتم وبيتهان يعني. بص انا خليني اقول لك على حاجه، يعني تجربه شخصيه حصلت معايا انا، بجانب ان انا طبعا عندي ايوه الاكاديميه احكي لنا بقى وبشتغل التجارب كده، اديني بقى. انا ولي امر. يعني انا ابني هو بيلعب كوره والحمد لله، يعني هو مستوى كويس جدا وكده، وكنت من وانا صغير بحاول ان انا ابقى يعني اعلمه واوديه بقى حاجات برايفت وكده. فمن ضمن القصص يعني قالوا لي في مدرب معين عنده اكاديميه، وهو بس ايه لازم تحط اعصابك في الثلاجه شويه علشان هو يعني ايه سليط اللسان شويه، بيشتم وبتاع. فانا ما اهتمتش او ما تصورتش او قلت ماشي هوديهوله يعني.
مش هقول اسمه يعني برضو. فوديت فعلا الولد، وبعد تمرينه جاي لي كنت انا مش معاه يعني، فجي البيت ولقيت عينيه كده يعني بيعيط وبتاع وزعلان. فمامته بتقول لي انه المدرب شتمه شتيمه وحشه فسالت الولد فقال لي هو شتمني شتيمه بمامتي يعني. قال لك ايه يا حبيبي؟ قال لي يا ابن الكذا. كلمت المدرب في التليفون، كنت منفعل جدا، قلت له بص انا ابني انا تعبان عليه، البيئه اللي انت اتربيت فيها ولا اللي طلعت فيها اللي بتسمح بالكلام ده انا مش هسمح بيها، وده لعلمك هو مش يعني مش هيؤدي الى ان هو يبقى لعيب احسن، هيؤدي ان هو يكرهك بس يعني، هو يكره التمرين وممكن يسيب الكوره خالص. وقلت له يعني قله الادب ما فيش اسهل منها، انا برضو لما بتعصب انا ممكن ابقى هادي، بس انا ممكن اروح اضربك وادفنك في الملعب يعني انا كأب انا برضو يعني انت ما تفكرش ان انا هسكت يعني. فهي القصة كانت دخلت في حالة عبثية كده، فطبعا ما وديتش الولد يتمرن تاني. بس خلي بالك زمان الجيل بتاع زمان غير دلوقتي. الجيل دلوقتي برضه فيه المتعلم وفيه اللي فاهم. لا بس هقول لك على حاجة معلش، في لعيبة معينة عمرها ما اتشتمت. يعني مثلا كابتن محمود الخطيب وهو بيلعب ما حدش كان يقدر يشتمه، ابو تريكه وهو بيلعب ما حدش كان يقدر يشتمه. فهي برضو زي ما تقول ايه، انت بتسمح للي قدامك بيه. لو المدرب شتمك مره وانت صغير وحسيت يعني إن لا ما تشتمنيش تاني او ده ضايقني، المفروض المدرب عنده ذكاء التعامل مع اللعيبه. وبعدين في نماذج كتير جدا، يورجن كلوب مثلا اكتر لعيب اكتر مدرب بيحمس اللعيبه وبيشتغل على الايموشنال سايد والموتيفيشن والكلام ده. ففي مدرسة تانية يعني الشتيمة والتحفيز عن طريق ان انا استفزه وان انا اطلع ده برضه ممكن يبقى له مردود سلبي في بعض الاحيان. وبعدين انا بفكر معلش يعني احنا النهاردة لاعب الكورة ده هو بيخلص كورة وعنده كام سنة؟ لو كمل المسيرة الكاملة بتاعته 30 35 سنة، ده لسه شاب، ده لسه في مقتبل حياته. فانا لما اطلع واحد يعني مشوه شخصيا ونفسيا ان هو بيتقبل الشتيمه وبيتضرب وبيتهان وكل ده علشان الكوره، طب ما هو ده هيطلع هيعمل ايه بعد كده؟ يعني هل احنا في الاخر الهدف ان احنا نطلع لعيب كوره كويس وخلاص ونرميه بعد ما يخلص مسيرته الكرويه، ولا انه يبقى انسان كويس؟ فاحنا عندنا مشكله في كده، احنا عندنا فعلا مشكله انه اللعيبه دي اتشتمت وهي صغيره، فلما طلعت وبقوا هم مدربين بقوا بيشتموا، اداريين بقوا بيتصوروا ان كل حاجه بتمشي بالطريقه دي، بيؤدي الى فشل اداري وفشل تدريبي فهو مش يعني احنا ما احناش ابطال العالم في الكوره يعني علشان نقول ان النموذج ده يعني. احنا 7000 سنه حضاره يا عم، احنا اول بلد عربي وافريقي تخش كاس عالم. في ايه يا باشمهندس تامر؟ خليني اقول لك على حاجه، في نماذج، لا في نماذج كويسه جدا طلعت في بيئه محترمه جدا وما بتتقبلش الاهانه وبتاع ونجحت. فيعني احنا عندنا لعيبه كتير، ويعني حازم امام بالمناسبه نفسه هو راجل من المحترمين جدا ومسك يعني مناصب اداريه وفنيه، ما كانش اسلوبه ان هو بيشتم يعني. اغلب الاجيال الجديده ما بتشتمش يعني علشان هم كشخصيات ككوادر كويسه، مش علشان هم كانوا لعيبه كويسين، هم اشتغلوا على نفسهم على الجانب النفسي. محمد فضل مثلا من اكتر الناس اللي معجب بيها على المستوى الاداري، على المستوى يعني التنظيمي، راجل متميز جدا. ما كانش نجم كوره فظيع يعني، محمد كان مهاجم كويس جدا بس ما كانش من نجوم الشباك يعني، بس اشتغل على نفسه وهو كادر كويس جدا، من احسن الكوادر اللي شغاله في الاداره والاستثمار الرياضي النهارده في مصر. فالشخص اهم من الرياضه، الشخص اهم من الكوره. هو ده اللي انا بحاول ان انا اشتغل عليه في الاكاديميه. انا النهارده رحت لك واتدربت تمام التمام، ايه الخطوه اللي بعد ان انا بقيت بتدرب كويس معاك؟ يعني هل في بقى تورنمنتس بتخشوها، اوبشن ان انتوا تخشوا في حاجه مع القطاعات الحكوميه؟ يعني بيحصل ايه؟ يعني انا النهارده رحت وديت ابني خلاص، احنا خلينا متفقين الاول ان في نوعين. نوع ان انا عايز اودي ابني من باب التعليم، فبروح بوديه الاكاديميه اللي فيها 400 500 واحد، اللي هو بس ايه بيمشي رجله ويبقى فاهم ان في حاجه اسمها رياضه والعقل السليم في الجسم السليم وكل الكلام حلو ده. لكن انا النهارده راجل عايز الى حد ما بقول يمكن ابني يبقى فيه نواه محمد صلاح جديد، ابو تريكه جديد، حازم امام جديد، فبوديه في حته زي اللي عند حضرتك عشان هي بتهتم شويه فيها فكره زي ما حضرتك قلت فيها الجانب التكتيكي والوعي والخططي والبناء الشخصيه والتدريب والوحدات والقياسات والكلام ده كله حضرتك كنت جميل اللي بنتكلم عليه. وكنت حضرتك حتى قبل كده قلت لي يعني لما احنا كنا بندردش قبل كده حضرتك متعاقد مع شركه بتعمل قياسات بدنيه زي انا متذكر صح كده؟ هو بص كل اللي انا حكيته لك ده بيبقى يعني احنا خلاص في العصر اللي احنا فيه لازم يبقى فيه تكنولوجي يعني قويه في اداره العمليه التدريبيه. الهندسه يا جماعه استخدام سلاح الهندسه في يعني في ضبط الشغل. معلش
لا، هي تكنولوجي. يعني هو النهارده بقى في تقنيات كتيره جدا بتستخدم في التدريب، في العمليه التدريبيه، وفي يعني في ويرابل ديفايسز اللي هي الاجهزه اللي بيلبسها اللعيب، زي مثلا الجهاز اللي هو الكاتابالت اللي بيلبسه للمنتخب ده اللي بتشوفوه تحت التيشيرتات. ده بيفضل يقيس بايوماتريكس وحاجات كتيره اللعيب وهو شغال، زي الماكسيمم سبيد، زي الهارت بيت والهارت ريت وحاجات كتير. فدي بتدي لك بيانات، وبتبدا ان انت تحلل البيانات دي وبتعمل بقى ترند اناليسز، وبتبدا ان انت تشوف مستوى اللعيب ده هل هو يعني قابل للتحسن في يعني مخاطر معينة ممكن تواجه اللعيب ده، حاجات زي كده. نفس الكلام فيه بالنسبة للناشئين، بس هو مش بيتلبس بقى زي كاتابال، ده بيبقى حاجة بتتلبس ورا السمانة بتاعتهم كده. فده برضو بيقيس الشوتنج باور، وبيقيس الماكسيمم سبيد، وبيقيس هو جري قد ايه. الحاجات دي بالنسبه لنا بتبقى كويسه، بحيث ان احنا بنحط بنش ماركس، او بنبدا ان احنا نعمل ترند اناليسيز. احنا عندنا مثلا في الاكاديميه بنطلع تقرير كل 3 شهور، بحيث ان احنا نشوف ابنك اللي بدا عندنا من 6 شهور كان بادئ فين وصل لفين، وبيبقى فيه يعني نقاط معينه بيتم التقييم على اساسها. فاستخدام التكنولوجيا، واستخدام يعني علم تحليل البيانات، تجميع وتحليل البيانات بشكل كويس وبشكل منهجي، ده النهارده بقى مهم جدا. لانه غير كده انت هتبقى عرضة للحظ. ممكن اللعيب يبقى مستواه عالي وانت مش عارف ليه، ومستواه يقل وانت مش عارف برضه ليه. فاحنا بنحاول نفهم ايه الوحدات التدريبية اللي مرتبطة بتحسن الاداء، او ايه الحاجات اللي هو ممكن يكون محتاجها اكتر، لان دي بتختلف من لعيب للعيب. فالتكنولوجيا مهمة جدا طبعا النهارده. طبعا. خليني بقى نرجع لسؤالنا تاني. انا النهارده رحت واتدربت وخدت القياسات وتابعتني وتمام التمام وعملت فرقه لطيفه وكلنا كل بنتدرب. اكيد انا كطفل او كلاعب كوره، خلي بالك سيبك من طفل، انا لاعب كوره وصلت مرحله من الملل، مش هفضل طول الوقت اتدرب او العب التقسيمه اللي بيني وبين صحابي. بنعمل ايه بقى؟ طيب، هو في كذا اتجاه. احنا اولا مش مركزين بس في الاطفال. احنا كاكاديميه عندنا فرق من 4 ل 12 سنه، لكن احنا عندنا حاجه اسمها فوكس سيشنز، او اللي هي التمارين المكثفه الاعداد، ودي بتبقى للفئات السنيه الاكبر. لو واحد مثلا كبير في السن عايز ان هو يروح يختبر في نادي، عايز يلتحق، كان مصاب وبنعمل له اعاده تاهيل. فاحنا عندنا كمان تأهيل للفئات السنية الأكبر شوية. فسواء كان هو عايز يكمل في الأكاديمية، أو إن هو عايز يلتحق بنادي علشان يلعب في المسابقات الرسمية، في دوري الأكاديميات دلوقتي. بس دي حاجات بتبقى غالبا اللي بتعملها برضو شركات، لكن هي دوريات قوية جدا وفيها احتكاك قوي جدا. وبيبقى فيه طبعا كشافين، في برضو في قطاعات الناشئين وفي البراعم في برضو كشافين بيقدروا ان هم يشوفوا اللعيبه دي. وفي قطاعات يعني رؤساء قطاعات ناشئين بيروحوا بنفسهم البطولات دي، علشان هو لو بيدور على لعيبه معينه في مركز معين، دي بتبقى يعني ارضيه يعني خصبه خصبه طبعا جدا. طبعا. فاحنا بنساعد اللعيبه انه لو هو عايز يلتحق بنادي معين، احنا كمان بنحاول نستغل علاقاتنا ان احنا نقول للمدربين يعني ايه بصوا عليهم، حتى لو في وقت غير الاختبارات. اكلمك بمنتهى الصراحه يعني، لانه قصه الاختبارات برضو يعني ايه، يا ريت نتطرق ليها، دي قصه تانية، هي مش بتفرز الافضل خالص يعني. فاحنا بنحاول نساعد اللعيبه ان هم فعلا يوصلوا للمكان اللي هم يستحقوه. لو هو شايفين فعلا ان المستوى كويس، يا اما بنزقه ان هو يوصل لنادي، يا اما ان هو بيكمل في الفريق بتاعنا. لكن احنا كاكاديميه عارفين دورنا وملتزمين بيه، ان احنا ما عندناش القدرة ان احنا نكمل بيه لحد نهاية مسيرته. بالعكس، انا لو شايف لعيب متميز انا احسن لي، هبقى مبسوط بيه جدا ان انا اسسه وبعد كده اسلمه للنادي. ولو لعيب متميز جدا وهو وصل معاه للسن الكبير 16 17 سنة، اقدر ان انا ابقى الوكيل القانوني للاعب، واقدر ان انا ابدا اتفاوض مع الاندية او الفرق المختلفة ان هو يعني يبقى فيه ديل يعني. يبقى خلينا نقول ان لما حضرتك بتلاقي حد تالنتد، عندك طبعا الاوبشن، لان حضرتك يعني حضرتك عندك الشركه بتاعت الاستثمار الرياضي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول، اللي هي داينافيت. فبالنسبه لك انت لو لقيت حد بروميسنج او بوتنشال، بتبدا تقدر عندك القدره بموجب قانون الرياضه انك تقدر تتعاقد معاه كوكيل لاعبين، وتبدا انت كمان بتبدا تشتغل له على التسويق بتاعه والماركتنج. ودي حاجه كويسه جدا طبعا، لان انا بالنسبه لي يعني مش فكره كلها بس انا رحت اتدربت وخلاص وقفت حالي. يعني بالذات انت عارف موضوع الاكاديميات يعني هي مش بوابه للاحتراف. خلينا واقعيين، هي مش بوابه للاحتراف، مش بس بوابه. مش كل الناس بتدور على الاحتراف، خد بالك. انا في قصدي ناس الاحتراف مش نطلع بره مصر. فكره الاحتراف ان انا اخش نادي العب بقى قطاعات والعب عشان ابدا اخد الكارير بتاعي الطبيعي. مش كل الناس بيبقى هو ده الهدف بالنسبه لها برضه. يعني في ناس مش بتحب اللي هي يعني انا بلعب رياضه نون كومبيتيتيف زي ما بيقولوا، انا بلعب رياضه مش بهدف تنافسي، انا بحب الكوره، هروح العب مرتين 3 في الاسبوع واتمرن تبقى صحتي كويسه وخلاص. يعني مش بالضروره انه كل الناس
اللي بيجوا الأكاديمية بالضرورة إن هم هيكملوا. أنا اللي يهمني حتى لو جه معايا شهرين 3 يبقى عنده تجربة جيدة يقدر إن هو ياخدها بعد كده يكمل بيها، ياخدها يستثمرها في رياضة تانية، في مجال في حياته بشكل عام. لكن يعني خليني أقول لك إنه لو بصيت كده على القاعدة الكبيرة بتاعت الناشئين والبراعم هتلاقي إن ما بيطلعش منها للفريق الأول أكتر من 10-15%، الباقي كله بيتسرب خلال السنوات دي المختلفة. حقيقة، لان كمان اللعيبه دي كمان للاسف ما عندهاش فكره الاستمراريه. يعني انت ممكن تلاقي ولد بوتنشال جدا وحريف قوي ولعيب قوي وحافظ مهام مركزه قوي، لكن الولد يعني دماغه مش زي ما احنا كنا بنتكلم في فكره ان الشخصيه بتاعته ما حصلهاش بيلدينج، فالولد دماغه بدات تتسرب. شاب بقى اصحاب السوق ضحكوا عليا وشربوني. في برضه اللي بقى الاب المهتم بالتعليم والاديوكيشن قوي، فبالنسبه له لا اخلص العلم عندي. انا كان دي مثلا مشكله عندي يعني شخصيا. انا عايز اقول لك مثلا وانا يعني احكي لكم تجربه بس في السريع. انا وانا في تانية ثانوي كان اهلي فاكريني مش يعني ايه هجيب اي مجموع، فخلاص رحت طرف في اي نادي بقى وشوف حالك طنطا ليك في الكوره يعني. ورحت فعلا يعني دخلت اختبارات المقاولين ونجحت وتمام تمام، مفيش اي مشكله خالص. وخدت الاستماره يوم الاربعاء ان شاء الله يا بابا تيجي يا حبيبي تستلم اللبس بتاعك خلاص. عديت 3 اختبارات ساعتها، كان عندنا 3 اختبارات. الاول المرحله الاولانيه بتخلص تخش التصفيه الثانيه، تخلص التصفيه الثانيه التصفيه الثالثه، تمام اتقبلت 3 زي الفل. حضرتك كانت الورقه اهي تيجي لنا يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله تستلم. طب تمام. النتيجه طلعت يوم الاحد، فلقيت نفسي جايب مجموع الحمد لله كويس، كنت جايب 96 ونص تقريبا. فبابا قال لي لا كرة ايه، لا احنا عايزين لا يا بابا حبيبي هات الورقه دي كده، خد درس الفيزياء يا بابا، يلا يا بابا. فما يعني انا بقول لك مثلا يعني دي تجربه شخصيه. انا شوف ادي اب الله يرحمه طبعا، يا ربنا يرحمه يا والدي يعني ويرحم اموات المسلمين جميعا يعني. بالنسبه لهم فكره الاعلام كانت اهم من فكره الكوره. يمكن دلوقتي الجيل اتغير والفكر اتغير، بالنسبه لهم بقى الكوره ان بقى في جزء في يعني في ناس شايفاها صناعه، فمفيش مشكله ان هي مهنه كره قدم، زي واحد بيلعب كوره، زي واحد بيشتغل مدير فني، زي واحد بيشتغل مهندس، زي دكتور، زي واحد بيمتهن مهنه حرفيه. فيمكن الفكر اتغير شويه، لكن كان زمان مثلا ده كان الفكر موجود. فانا عارف متخيل ان في ناس لسه موجوده بنفس الفكر عادي. وهو احنا كنا زمان يعني بنفكر انه الدراسة هي الاول والتاني والتالت يعني في الاولويات، والرياضة تيجي بعد كده. دلوقتي الموضوع بقى مختلف. بالعكس والله، علمك بتحافظ على الصحه وبتحافظ على البني ادم، وطفلك بتحافظ عليه على الاقل بتحيده عن المشاكل اللي ممكن بنقابلها في الانحراف. انت فاهم طبعا المشاكل اللي بيقابلها اي حد بالذات في السن الحرج اللي هو بتاع 15 ل 18، عارف اللي هو بقى بقيت راجل بقى خلاص، فانت فجاه بتلاقي ابنك فجاه ضاع، فانت لو ما هي لحقتوش. بص الفكرة بقى هنا ان انت بتتكلم في الرياضة كرياضة سوري، او الرياضة يعني خلاص انا لازم ابقى لعيب كورة ولازم اضغط نفسي ان انا لو ما بقيتش لعيب كورة يبقى انا فشلت. لا، هو الموضوع ابسط من كده. في لعيبة كورة بره بتبدأ اصلا وهم عندهم 14 و15 سنة. انت النهارده لو انت عندك 14 15 سنه وجاي من البيت وانت لعيب كويس جدا، هيبقى عندك فرصه صعبه جدا ان انت تلتحق باي نادي يعني كويس. لانه نتكلم بقى على حته الاختبارات كده بسرعه يعني. اختبارات الانديه طبعا في مصر، هنتكلم على اختبارات النادي الاهلي وهو اكبر منظومه وناجحه جدا وبتاع. انا رحت مع ابني الاختبار تقريبا رحنا على 10 مرات ان لم يكن اكتر يعني، وبيعدي كل مره، وفي المره الاخيره يعني استبعدوه. الاختبار حاجه مضحكه جدا جدا. هو طبعا لانه اعداد كبيره انا مش بلومهم الصراحه، بس الاختبار بيبقى عباره عن ايه؟ بيروح واخد 5 ب5 يلعبوا تقسيمه على ملعب خماسي، والمدرب بيبقى واقف بره بيبص بيشوف مين المتميزين في التقسيمه. فكل لعيب من الولاد الصغيرين بيبقى عايز يبقى معاه كوره اكبر وقت ممكن علشان انا المدرب صاحب يشوفه. الكوره. فبينتهي الامر بقى انه مش فرقتين بيلعبوا ضد بعض، انه ال10 يخشوا على بعض وبيحاولوا انهم ياخدوا الكوره من بعض. منظر عبثي جدا. وانا يعني لا بلوم الاهالي ولا بلوم حتى المدربين، لان هو الاهالي نفسهم ولادهم يتاخدوا والولاد يعني. بس انا حسيت انه البيئه دي ما تطلعش لعيب خالص خالص، مش بالضروره تفرز الاحسن يعني. فاحنا علشان كده احيانا بنتكلم بقى يعني عندنا بعض العلاقات البسيطه، بنتكلم بنقول لهم بصوا على الولاد دول كويسين، ادوهم فرصتهم في اختبارات حقيقيه للمهارات الحقيقيه. زي معايشه بقى مش اختبار يعني ماتشين لا، هي تلاتة. هو بيبقى اختبار، لا مش ماتشين، انا ما اقدرش. هو بيبقى اختبار برضو يعني، ممكن يتعمل في ساعه ساعتين، ممكن يتعمل على يومين، بس على الاقل بيبقى اختبار شامل، علشان ده بيبقى حق الولد علينا انه بنحاول ان احنا يعني نوفر له الفرصه الكامله. ولو اتقبل بنبقى سعداء جدا. مش بالنسبه لي بقى اللي هو الهيد كاونت بتاعي اقل واحد وفي واحد خرج من الاكاديميه، لا بالعكس، انا بحس ان انا اديت الجزء اللي انا. طيب انا بقى عندي سؤال مهم قوي
لازم اساله حضرتك، لان مش ينفع النهارده يبقى حضرتك قاعد معايا وما اسالوش. انا اب عايز ادخل ابني اكاديميه في المنطقه عندي، بلاقي مش اقل من 5-6 اكاديميات. ايه الكرياتيريا اللي اختار عليها الاكاديميه اللي ادخل عليها ابني؟ يعني طبعا حضرتك يعني ربنا يكرم ان شاء الله يبقى عندك 100 فرع في كل حته، فنقدر خلاص نقدر نوفر الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي. انا شايف لو انا يعني انا بيتي قريب من الاكاديميه دي، انا بالنسبه لي ساتسفايد قوي ان انا اودي ابني في الوضع ده، لان انا واحد من الناس اللي بتدور ان ابني يبقى بروفيشنال. خلاص طيب، كل الناس بقى اللي عايزه نفس الفكر وعايزه النهارده ادور على ايه في الاكاديميات. ما حضرتك بقى الشاشه بقى الكاميرا اهي، واشرح لنا بقى كده بسرعه. لا، هو الموضوع مش صعب يعني. هو بالمناسبة قصة اختيار الأكاديمية هو بيعتمد في مصر غالبا على الورد اوف ماوث أو الناس بتكلم بعض، فهي سمعة الأكاديمية لازم تكون سابقاها ما يعني. انا هنزل ادور بقى اشوف ايه بقى، ايه اللي اشوفه. لازم تتكلم مع المدرب، لازم تشوف مين مدربين وتلاحظ التمرينة. يعني أنا شايف إن أنت تروح مرة تتفرج لمدة ربع ساعة تلت ساعة، تشوف العملية التدريبية ماشية عاملة إزاي. في أكاديميات بيبقى بتفرد الملعب كده تقسيمة، والولاد بتلعب طول التمرين عبارة عن تقسيمة أو تقسيمتين في نص الملعب. طبعا ده مش تدريب، ده الولاد رايحين مبسوطين ويعني they're having fun يعني، ده مش تدريب. فلازم انت كأب الاول تحاول تبص كده، تعمل سيرش بسيط اصلا تدريب البراعم والناشئين بيبقى عامل ازاي، وهل لما انزل هشوف ده على الارض ولا لا. لو جت فرصه اتكلم مع المدرب، مش بالضروره اتكلم مع مدير الاكاديميه. احيانا مدربين بيسمحوا بالتواصل المباشر مع الاهالي في الاكاديميات. طبعا في الانديه والقطاعات ما بيسمحوش، بس في الاكاديميات بيسمحوا. تشوف فكر المدرب، تشوف شخصيته، تقول له انت كأب ايه اللي انت مهتم بيه، لانه برضو بيحتاج توجيه منك، تصور منك. اهتمام اولياء الامور بيبقى برضو مكون مهم على فكره في توجيه المدرب بالذات في الاكاديميات. وشايف ان انت يعني تبص على الاكاديميه اللي ما يبقاش فيها التزام مادي كبير. يعني لو في مثلا اكاديميات بتعمل اشتراكات موسميه، لا انا اشترك شهر، اروح اول مره مجانيه. احنا مثلا بنعمل اشتراكات شهريه، وبنعمل اول مره تجربه مجانيه. عجبك التمرين، احنا بنعمل برضو تقييم مستوى في اخر المره التجربه المجانيه دي. بنقول له ابنك كويس، ابنك محتاج كذا، ابنك محتاج حتى يشتغل بدني اكتر. يعني بنقول له حتى ايه الرود ماب اللي ابنه محتاجها حتى لو هيكمل بره. لو اقتنع وشايف انه فعلا انه في ابنه هيعتنى بيه بشكل سليم بيكمل. احنا يعني للاسف في بعض الاحيان بيبقى ايه، انا عايز الولاد يعني ايه ارميهم في حاجه كده في الصيف يبقوا مشغولين بدل ما هم قاعدين في البيت فاضيين وبتاع. فلا، احنا كاولياء امور مهم جدا، واجب علينا ان انا لما احط ابني في بيئه معينه هيتمرن ويتعلم وكده، لازم ابقى حريص ان البيئه دي بيئه سليمه، مش هيبقى ليها تاثير سلبي على شخصيته. لانه الكره لعبه جماعيه، فهو هيتاثر بمستوى اجتماعي وثقافي عامل ازاي واخلاقي عامل ازاي. المدرب اللي هيوجهه، خد بالك تاثر الولد بالمدرب كبير جدا. فلو لقى المدرب شخصيته كويسة وبيدعمه، هتلاقي الولد فعلا شخصيته بيحصل له بقى confidence boost، بيبقى اجتماعي أكتر، بيتعامل مع زمايله بشكل أحسن. ده الموضوع كبير، هو مش مجرد كرة قدم، تجربة كاملة حياتية كاملة للأطفال وللبراعم في سن يعني هو زي ما بنقول ايه يعني shaping يعني years، يعني الأعمار اللي الولد بيتكون فيها بيتشكل فيها. فدي مسألة مهمة جدا، وأشكرك على أن أنت سألت السؤال ده، لأنه في ناس كتير ما بتعملش كده. في ناس بتروح بالسمعة، دي أكاديمية نادي فلان، فبالتأكيد هي حاجة، ده نادي فلان. متخيل ان هو مثلا لو أنا وديته، يعني معلش أنا بضرب مثال، لو وديته مثلا أكاديمية ريال مدريد يبقى هو فينيسيوس جونيور تاني يوم. مش معنى كده أنه أكاديمية ريال مدريد وحشة، بس أنا بقول أنه مش بالضرورة انه الاكاديميات اللي منتميه لكيانات كبيره هي عندها نفس المنهجيه، لانه ده بيبقى فرانشايز. نفس الكلام بالنسبه للاعبين، اكاديميه فلان الفلاني ده مش هو اللي واقف بيمرن على فكره، ده هو بس مجرد الاسم او الواجهه الاعلاميه. فلا، انا لازم انزل واشوف العمليه التدريبيه على الارض علشان اتاكد بنفسي. يبقى انا الصح في يعني مجمل الكلام السريع، يعني ان انا انزل ابص على التمرينه، اشوف الاعداد، اتكلم مع المدير الفني اللي واقف بيكاتشنج فعلا، مش مدير الاكاديميه، واقدر واقول له ايه طلباتي، عشان يقدر من خلال الاربع حاجات دول اقدر اقيم ان الابن ينفع يبقى موجود وممبر في الاكاديميه دي ولا لا. صح كده؟ ما اعملش التزام يعني على المدى الطويل، علشان ما احسش ان انا دفعت فلوس كتير او اتدبست، فالتراجع هيكون صعب. العنصر المادي برضو مهم، التجارب المجانيه مهمه جدا.
لو في عندهم طبعا بقى فكرة التقارير ان هو طب انا هبدأ المس التطور على ابني ازاي، هل انا هفضل الاحظ بس وخلاص، ولا يعني في حاجة بتديها لي ريبورت فيه؟ طبعا بتبقى بالظبط recommended كده. احسن طبعا. فهي تفاصيل كتير، بس هي مع الوقت بتلاقي ان انت دخلت مع ولي الامر كده في رحلة حلوة جدا، وشايف الولد قدامك وهو بيكبر وبيتطور، فهي عبارة عن رحلة. فاعتقد انه لو ولي الامر حس بكده هيطمن انه ابنه موجود في المكان المظبوط. دي اهم حاجة في الموضوع يعني. شرفتنا. انا اسعد بيك ومتشكر جدا على الاستضافة. ربنا يخليك طبعا، يعني يا رب نكون كده لمينا جزء موضوع الاكاديميات وازاي تختار لابنك الاكاديميه، واتكلمنا شويه عن الاستثمار الرياضي. باشمهندس تامر طبعا ان شاء الله هيبقى ضيف علينا برضو يعني بعد كده مره تانية، يعني اكيد هنطمع يعني في زياره تانية وثالثه اكيد، يعني عشان نتكلم بقى بعد كده عن فوق. يعني احنا خلي بالك احنا كلنا اتكلمنا تحت واتكلمنا من فوق كده عن الاستثمار الرياضي، عايزين نتكلم بقى نشوف بقى الدنيا فوق فين وايه الحلول من وجهه نظرك، لعل وعسى يكون حد بيسمعنا وياخد الروشته ويشتغل عليها يعني. شرفتونا النهارده طبعا، كنت معاكم انا محمد ممدوح كالمعتاد، والنهارده باشمهندس تامر كان صاحب داينافيت واكاديميه ايكون. يا رب يكون ميتنج خفيف ولطيف عليكم. ما تنسوش زي كل مره بنقول، بس النهارده قلنا في الاخر الفولو بتاع صفحنا طبعا البلاتفورمز على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، ولايك وسبسكرايب على البيج بتاعت اليوتيوب استوديو اكس بودكاست. دمتم في امان الله. سلام.